في عالم تتشابك فيه الحقيقة مع الخيال، يواجه شاب يدعى أمير الخسارة المؤلمة لحبيبته ليلى. في اليوم الذي توفيت فيه، انهار عالمه وتركه في حالة من اليأس، لكن القدر كان له خطط أخرى بالنسبة له. في إحدى الليالي العاصفة، بينما كان يتجول عبر الغابة، تعثر أمير على بوابة لامعة. بفضل قوة لا يمكن تفسيرها، دخل ليجد نفسه في عالم نابض بالحياة مليء بالألوان والمخلوقات التي تفوق خياله الجامح. كان هذا العالم، المعروف باسم الدوريا، مكاناً تتحول فيه الأحلام إلى حقيقة. وبينما كان أمير يستكشف هذه الأرض الساحرة، واجه شخصية غامضة، امرأة تشبه ليلى بشكل غريب. كان اسمها إيلارا، محاربة شرسة بروح مشعة كالشمس. تسارعت دقات قلب أمير، هل من الممكن أن ليلى لم تتركه حقاً؟ شعرت إيلارا أيضاً باتصال غريب مع أمير، وكأن أرواحهم متشابكة عبر الأبعاد. انطلقا معاً في مهمة لكشف الحقيقة وراء علاقتهما. بينما كانوا يسافرون عبر الدوريا ويقاتلون قوى الظلام ويحلون الألغاز القديمة، بدأ أمير يدرك أن إيلارا تمتلك ذكريات من حياتهم الماضية معاً. ومع ذلك، كلما أمضى أمير وقتاً أطول في هذا العالم السحري، زاد شعوره بجاذبية الواقع. كان ممزقاً بين عالمين، العالم الذي فقد فيه ليلى والعالم الذي وجد فيه إيلارا. كلما طالت مدة إقامته في الدوريا، زاد خوفه من أن ينسى الحب الذي كان لديه ذات يوم. في معركة حاسمة ضد ساحر شرير سعى إلى إبقاء أمير محاصراً في الدوريا إلى الأبد، اتخذ أمير خياراً. كان بإمكانه إما البقاء في هذا العالم الخيالي مع إيلارا أو العودة إلى الواقع القاسي حيث ماتت ليل. بقلب مثقل، أدرك أن الحب الحقيقي يتجاوز حتى حدود الحياة والموت.